اهلا وسهلا بك سيدي الفاضل في أهلا شاشه وسهلا. الراصد الفضائيه. حياك الله أهلا. واخيرا ابصر النور طبعا لاختيار وتسميه وزراء الدفاع والداخليه وكذلك العدل، ولكن ما زال النور مظلما بالنسبه لغرفه وزاره التربيه. ما السبب من وجهه نظركم، لا سيما ونحن بحاجه الى انهاء هذا الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لقناة الراصد ومشاهدي قناة اهلا الراصد. وسهلا. أهلا وسهلا. ألف ليلة وليلة من السجالات ومن الخصومات التي حصلت بين الكتل السياسية اليوم ولادة أنا أعتبرها قيصرية بالنسبة للشعب العراقي. حقيقة انتظر طويلا الشعب العراقي وعانى ما عانى من تشكيل هذه الوزارات التي دخلت هي في بوابة المحاصصة الطائفية. نعم، أنضجت الكابينة الوزارية اليوم لثلاثة وزارات، وبقى وزارة لم تكتمل لحد الآن، وزارة التربية. يعني أقول اليوم حقيقة أريحية كبيرة للسيد عادل عبد المهدي بما أن أنضجت الكابينة الوزارية. الأعذار التي كان يتحجج بها عادل عبد المهدي بعدم إكمال الكابينة الوزارية وعدم إكمال البرنامج التي يطمح إلى الشعب العراقي. اليوم هناك لجنة ولجان تدقق وتنقح التي أعلنها البرامج التي أعلنها السيد عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي الآن هو يمتلك أريحية كبيرة. وزارة التربية هناك إشكالات كبيرة على وزارة التربية بما أنها تنتمي إلى كتلة الخنجر. وأعتقد هو رشح شخصية قبلها، يعني شخصية التي هي اتهمت بالإرهاب، والآن بعد واضح للبرلمان لم يستطيع التوافق على وزارة التربية في هذه، وأجلت إلى جدول أعمال مجلس النواب يوم الخميس، عسى أن تبدل هذه الشخصية إلى شخصية ثانية. أنا أعتقد اليوم الفصل الدراسي وهو بالانتهاء، ممكن يعني يضعوها في الفصل المقبل للسنة الدراسية المقبلة، وإحنا بحاجة إلى وزارة التربية. هناك ملفات كبيرة في وزارة التربية، هناك إشكالات كبيرة بالمناهج، بطبع المدارس، بطبع الكتب بالنسبة للمدارس. هناك فساد مستشري في وزارة التربية. لكن اليوم وضع وزير على رئاسة وزارة التربية هذا ممكن أن يقلل من بعض المشاكل الموجودة في وزارة التربية. طيب أستاذ محسن، أود سؤالك: هل سينهي البرلمان موضوع الدرجات الخاصة توافقيا؟ وهل ستمتلك المعارضة النيابية صوتا مؤثرا في إنهاء هذه الملفات المهمة؟ حقيقة خلصنا من تشكيل الكابينة الوزارية اللي هي كانت طموح كل مواطن عراقي، وراح نذهب إلى ملف ثاني أنا أعتبره أكثر تعقيدا من الكابينة الوزارية. بما أن الدرجات الخاصة والموجودة الآن والهيئات المستقلة، ممكن أن هيئة مستقلة أو درجة خاصة هي بمثابة تعادل بوزارتين يعني لأحد الوزارات الموجودة. وهناك إشكال كبير وهناك صراع أكبر من الصراع على الكابينة الوزارية، بما أن الفترة 30/6 هي تنتهي الفترة بالوكالة. يجب أن يرشح لهؤلاء الدرجات الوظيفية والدرجات الخاصة بدلا بالوكالة. ولذلك اليوم شوف الصراع قوي جدا، حتى الذين هم ادعوا المعارضة وادعوا في قبة مجلس النواب. طيب سيدي الفاضل، أنتم كمراقبين كيف تقيمون أداء الحكومة في ظل الضغوطات التي تمارس على رئيسها السيد عادل عبد المهدي من أجل إكمال وتطبيق برنامجه الحكومي؟ يعني مقارنة في رئاسات وزراء السابقة، يعني تقييم رئيس وزراء بهذه الفترة لم يصل إلى المرحلة التي يطمح إليها المواطن العراقي حقيقة. لو قارنا بقية رؤساء الوزراء بدورة السيد حيدر العبادي لاحظنا فرق شاسع بين هذه الدورة وهذه الدورة. الدورة السابقة اللي استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة السيد حيدر العبادي، وأقولها بصراحة بدون مجاملة، استطاع أن يضع العراق في الطريق الصحيح، أن يكسر شوكة الانفصاليين،
أن يعيد كركوك إلى وضعها الطبيعي وإلى الدستور، مقارنة بهذه الدورة التي يترأسها السيد عادل عبد المهدي. لا يوجد إنجاز واضح على أرض الواقع سوى رفع الصبات من الشوارع وفتحة المنطقة الخضراء. لا يذكر شيء. الرجل اليوم هو حقيقة أسير الكتل السياسية ولا يخرج من عباءة الكتل السياسية، وأنا أعتبره هو اليوم متفرج خارج ملعب السياسة ولا يستطيع عمل شيء في ظل هذه الصراعات وهذه المحاصصة المقيتة وفي ظل هذا الفساد المستشري. أعتقد اليوم دعوة إلى السيد عادل عبد المهدي أن يفعل المجلس الأعلى من جديد وأن يكون له بصمة قوية على الفساد، لأن الفساد اليوم هو مطلب جماهيري وأصبح يسير عاريا ويجبرون السياسيين ألا ننظر إلى هذا الفساد. طيب أستاذ محسن، برأيكم هل أثر تلكؤ الأداء الحكومي في المركز على سير العملية السياسية بالإقليم، أم أن الصراع الحاصل بكردستان تحركه علاقات ومصالح للكتل الكردية بمعزل عن المركز؟ يعني إقليم كردستان يتحجج دائما بعدم إكمال الحكومة الموجودة في إقليم كردستان، وهذا مو عذر. يعني الدستور واضح والقانون واضح. عندما يتجاوز إقليم كردستان على النفط وبيع النفط وسرقة النفط العراقي، هذا ما له علاقة بعدم إكمال هذا دستور وقانون. يعني وهي رسالة أوجهها إلى السيد عادل عبد المهدي أن يتخذ نفس الخطوات التي اتخذها حيدر العبادي عندما قطع الموازنة عن إقليم كردستان وقطع الرواتب، ما جعل إقليم كردستان يرضخ إلى العمل بالفصح عن النفط الذي هو بيعه وسرقه. ولذلك لاحظنا خرجت مظاهرات كبيرة في إقليم كردستان تطالب برواتبها. ولذلك اليوم ألاحظ أنا تجاوز كثيرا إقليم كردستان في هذه المرحلة من منافذ حدودية. سرقة النفط اللي هو منح الاتفاق تم في 2015 تم الاتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان على وهذه ورقة ضغط حقيقة على إقليم كردستان 250 ألف برميل. اليوم هو يصدر 600 ألف برميل الآن. هذه الأموال كلها هو يعتبر أن النفط في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال هو تابع إلى الحكومة العراقية، لكن النفط في إقليم كردستان هو تابع لإقليم كردستان، كذلك المنافذ. طيب، أنا أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محسن البهادلي لانضمامك إلينا ولكل هذه الإيضاحات. جزيل الشكر لك. شكرا جزيلا لكم. شكرا للاستضافة.